جميع الرياضيين في السلطنة شاهدوا وتابعوا مباريات المنتخب، والمستوى الذي قدمه في بطولة آسيا المقامة في قطر قد لا ترضي الجميع. ففي المباراة الأولى خسر المنتخب أمام السعودية، وفي الثانية تعادل أمام تايلاند سلبيا، وهذه النتائج أثارت الاستياء في الوسط الرياضي العماني، وقد بدأت الأصوات تتعالى من كل حدب وصوب. البعض طالب بإقالة المدرب، والبعض الآخر طالب باستقالة مجلس الإدارة في الاتحاد. لكن على الجماهير الرياضية أن تتناسى ما حدث في المباراتين، وأن تساند وتؤازر المنتخب بقوة في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والفرصة متاحة وما زالت قائمة للمنتخب في التأهل إن شاء الله تعالى، وقد تعيد الحظوظ أيضا للأحمر. استوقفني فيديو متداول من مواطنة عمانية ليس لها علاقة بكرة القدم، لكنها أرادت المشاركة والظهور في النقد على المنتخب العماني. وكان ينبغي على هذه المرأة أن ترفع روح الإيجابية والمعنوية للاعبي المنتخب الذين هم بحاجة إلى المساندة والتشجيع، وليس إلى كلمات السخرية والشماتة والاستهزاء والاستخفاف بهم وبقدراتهم وبإمكانياتهم. وأرى أن هذه المرأة قد أخطأت في النقد والمحتوى والوصف والتعبير. إنه بانكو من ذاك اسمه يطالب وين جيبوا لي مهاجمين. على كل حال نحن يعني مستعدين للمشاركة ونزول الميدان نحن السيدات. مو رايكم؟ تعتقدوا هل السيدات بيحلن ذي المشكلة؟ بنكون في خط الدفاع والهجوم. أنا طول عمري كنت هجامة، فشوفوا إذا محتاجين يعني بننزل الميدان. مو رايكم؟ أهم شيء جمهورنا الشارع العماني لا تزعل. أعتقد أن اللاعبين في المنتخب استشعروا الخطر، وعليهم الاستفادة من دروس المباراتين الماضيتين أمام السعودية وتايلاند، وأن يتحرروا من الضغوطات، وتبقى الكلمة الفاصلة للأحمر في المستطيل الأخضر مساء الخميس، وعند الشدائد تظهر معادن الرجال. هكذا سيكون رجال المنتخب في ليلة الصعود، وإن شاء الله تعالى سيثبتون أنهم على حسن ظن الجماهير الوفية وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حمل شعار الوطن. والأصوات التي تنتقد المنتخب من الرجال والنساء عليها التريث قليلا حتى تنتهي مباراة المنتخب المصرية أمام قيرغستان. أما العبور للدور الثاني أو الخروج المبكر من المنافسة الأسيوية، وساعتها لكل حادثة حديث. ملاعب شديد العمان